اهلا بيكم حبايب قلبي وفيديو جديد النهارده. الاول برحب بكل المشتركين الجدد اللي بيدخلوا عندي في القناه. برحب بيكم جدا 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 وشرفتوني وكترتوني، وبرحب بكل مشتركين القناه سواء كان معايا من اول لحظه او مشتركين جدد. بحبكم جدا جدا جدا، وشكرا على ثقتكم الغاليه دي، وشكرا على انكم اشتركتوا في القناه، ويا رب اكون بفيدكم ولو بافاده بسيطه. النهارده هنتكلم عن حاجات كده محدش، برضو خبايا كده محدش هيقولها لك وانتي بتعملي صيام متقطع. زي ايه هي الحاجات اللي كانت بتطلع الواحد من الصيام وبتخلي الواحد يبوظ الصيام المتقطع؟ حاجات لو عملناها بتبوظ علينا الصيام المتقطع، وهقولك ليه بتعملي صيام متقطع وبتصومي ومش بتخسي. يبقى حاجات بتبوظ الصيام المتقطع، وليه بتعملي صيام متقطع ورغم كده مش بتخسي. يعني انا قلت في الفيديو اللي فات ان الصيام المتقطع بيبان طوالي، لو عملتيه مظبوط وبالورقه والقلم هيبان عليك على طول، وهيبان على لبسك، وهيبان على كل حاجه، وبطنك هتخس وكل حاجه هتخس. طيب هو ليه بقى انا بعمل كده ومش بخس؟ هقول لكم. لان انتي ممكن تكوني بترتكبي اخطاء يعني خفيه كده ما انتيش عارفه عنها حاجه، زي مثلا ايه؟ ما بتشربيش ميه كتير. قله شرب الميه غلط جدا 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 يا جماعه، وبيبوظ الصيام المتقطع. فلازم تكوني بتشربي ميه، دي اول حاجه، وبتشربي ميه بالمقنن بتاعك، وما تستهونيش بالموضوع. وزي ما قلت لكم، خدوا الموضوع بالورقه والقلم، خدوه جد. انا نفسي مش ماشيه في حياتي كلها بالورقه والقلم، لكن لما جيت اعمل الصيام المتقطع انا احتجت ان انا امشي بالورقه والقلم. تمام؟ يبقى انت بتمشي بالورقه والقلم في كل حاجه، في الوجبات، في السعرات، في المشروبات، في الميه، في الفيتامينز، في كل حاجه لازم تاخدي الموضوع بجد، مش دلع ولا هزار ولا مثلا ايه يعني ده انا شربت ازازه ميه النهارده بس. لا، انت ليكي 3 لتر، تاخدي 3 لتر على مدار اليوم، ما فيهاش هزار. النقطه الثانيه اللي بتطلع من الصيام المتقطع، ودي مهمه جدا 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 برضو، ان انت يكون عندك نقص في فيتامينز معين او مشكله صحيه، وبتصومي وبتتعبي نفسك وانت زي عدمه. يبقى عشان كده داخلين احنا في حته دلوقتي ايه؟ الوعي، ان انا بصوم بوعي. طيب اعمل ايه يعني لازم تروحي تباشري نفسك كلك كده بره وجوه عند دكتور، تكشفي بطنه، تشوفي الغده الدرقيه اخبارها ايه، تشوفي الفيتامينز بتاعتك ايه اللي ناقص فيها، تعملي تحاليلك. عارفين يا جماعه لو الغده فيها مشكله مش هتخسي. طيب حتى لو مشكله بسيطه. طيب ايه تاني؟ لو انت اصلا عندك نقص شديد في فيتامين د مش هتحرقي. يبقى نقص الفيتامينات وتعبك في بمرض معين بيقلل حرق في الجسم، وكمان بيطلعك من الصيام المتقطع، وبيخليكي تتعبي نفسك على الفاضي وترجعي تقولي انا بصوم، انا بعمل دايت ومفيش نتيجه. ما هو عشان انتي دخلتي على الخطوه بدون وعي. لازم تروحي تكشفي وتحللي وتاخدي فيتاميناتك، ولو حاجه تعالجيها قبل اي حاجه. اعملي تحاليل ليكي شامله، وتعملي كمان تكشفي في اي مكان بقى. لو انتي موظفه اعملي تبع التامين، مش بكلفك. احنا قلنا اتفقنا ان احنا هنخس من غير تكلفه، بس دي مش تكلفه، دي حاجه مهمه. وبعدين ممكن تعمليها في التامين، تعمليها في مستوصف خيري، حتى تعمليها في اي مكان. اعملي التحاليل اللازمه ليكي. كل الحاجات دي متاحه يا جماعه وباسعار مش غاليه. تمام؟ يعني زي ما في اماكن غاليه جدا للتحاليل والكلام ده، في اماكن برضو غاليه ورخيصه ومتاحه 24 ساعه. فما فيش حاجه توقفك، مفيش حاجه توقفك. الحاله الاقتصاديه بتاعتك ما توقفكيش، قله الفلوس معاكي ما توقفكيش، اي حاجه ما توقفكيش. خلي عندك عزيمه واراده وشوفي. بس نصيحه مني، قبل ما تقولي يا دايت،
قبل ما تقول يا صيام يا متقطع عشان ما تظلموش معاكي ولا تظلمي نفسك، اعملي الاول كشف، اكشفي حللي وشوفي جسمك محتاج ايه يتعالج او يتاخد له فيتامينات. لو جسمك ناقصه فيتامينات بتاخديها وانت بتعملي الصيام المتقطع عادي، مفيش مشكله. طب لو لا قدر الله غده مش عارفه ايه سكر كذا كذا، ظبطي دنيتك وادخلي على الخطوه دي، مهمه جدا جدا ومحدش بيقول عليها. يعني انا حصري كده اول واحده قلت الكلام ده، ان لازم تاخدي بالك من النقطه دي فخ ناس كتير جدا بيقعوا فيه. معلش اللي انا طولت في النقطه دي، تمام. برضو اي مشروبات بسكر بتطلع من الصيام، ما تقوليش دي معلقه سكر. اللبن بيطلع من الصيام، اللبن لان فيه سعرات، يعني اي حاجه فيها سعرات لو حتى سعر واحد هيطلعك من الصيام المتقطع، هيبوظوا عليكي. اللبن لا، التمر لا، النسكافيه حتى بلاش. انت بتشربي الحاجات اللي هي زيرو سعرات، زي الميه، زي الشاي بدون سكر، زي القهوه بدون سكر، خضره بقى، قهوه عاديه، ساده محوجه، المهم يكون فيها حاجه من غير سكر، تمام، وما تكونش فيها اي سعرات خالص. خدت بالكم؟ طيب ايه تاني؟ ان انت ما تمارسيش رياضه. انا قلت لكم برضو انا في حياتي مفيش خلق للكلام ده، بس عملتها لان حسيتها مهمه. انت نفسك هتحسي لو انت مشيتي صح وعالجتي نفسك ومشيتي على الصيام المتقطع وخدتي فيتاميناتك ومشيتي الدنيا صح، تلاقي نفسك عايزه تقومي كده تعملي شويه رياضه من نفسك، جسمك بيستسلم عليك، عايز تقومي تعملي رياضه، عايز تقومي تتمشي شويه، عندك طاقه، عايز تقومي رغم ان انت لو كارب بس عندك طاقه. متخيله؟ والله واحده واحده كده هتلاقي الصيام فرق معاكي جدا جدا جدا. برضو قله النوم، لازم انام عدد ساعات في الصيام المتقطع ما يقلش عن 8 ساعات يا جماعه، 8 ساعات تناميهم، لان لو انت ما نمتيش كويس، دي عن تجربه بقى، مفيش حرق، مفيش هرمون نمو هيكبر، مفيش، لازم يعدي عليكي 8 ساعات نوم وانت صايمه. لو بتصومي 16 ساعه، والله المعلومه دي لوجه الله لان انا سمعتها ونفذتها، لو بتصومي 16 ساعه خليهم 8 نوم و8 عمل. اعمليها كده بقى، يعني هاتي يومك كده ونظميها كده وخدوا الموضوع بجديه، وان شاء الله كل برضو ما افتكر حاجه تساعدك في مشوارك في الدايت والتخسيس وكده هقولها لك. وعايزه اقول لكم بحبكم جدا جدا جدا، وشرفتوني ونورتوني، ويا رب اللي مش مشترك في القناه وشافها لاول مره ان شاء الله هيستفيد ويا ريت يشترك. وعايزه كمان المشتركين يشيروا الفيديوهات ويعملوا لايكات ويصيطوني كده، وكمان يكتبوا تعليق حلو لو بيستفيدوا من الفيديوهات وبتشجعهم، ويبعتوها للمهتمين زيهم. وكل ده يا جماعه احنا بنعمل الكلام ده كله، انا غرضي ان انتوا تستفيدوا، لان انا بشوف لما نجحت في التجربه حسيت ان في ناس كتير جدا جدا وانا منهم كنا فاهمين الدنيا غلط. فلما تفهمي الدنيا صح ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيعينك ويزيدك وينجحك ويوفقك في طريق. بحبكم جدا ومع السلامه.